تخيل لو في زرار واحد مجرد ما تغير طريقة تفكيرك حياتك كلها هتتبدل. مستواك، علاقاتك، شغلك، ثقتك بنفسك. تخيل ان الفشل ما يخوفكش وان التحديات تبقى بالنسبة لك ملعب. مشروعك اللي خايف تبدأه او المهارة اللي نفسك تتعلمها، المستوى اللي نفسك توصله، كل ده متعلق بحاجة واحدة وهي عقليتك. كتاب النهاردة بيتكلم عن العقلية من تأليف الكاتبة كارول دويك، أستاذة علم النفس بجامعة ستانفورد، وقسمت الناس لنوعين: النوع الأول العقلية الثابتة، والنوع الثاني العقلية المرنة. فكرة الكتاب ببساطة، هنا الكاتبة بتقول إن الطريقة اللي بتشوف بيها قدراتك هي المفاتيح اللي يا إما بتفتح لك الطريق أو بتقفل الطريق قدامك. لو شايف نفسك ثابت هتفضل في مكانك، لو شايف نفسك قابل للنمو هتتفاجئ قد ايه ممكن تكبر. العقلية الثابتة بتتحكم فيك من غير ما تحس. الناس دي بتشوف نفسها كده: انا يا موهوب يا اما مش موهوب، لو غلطت هيبقى شكلي وحش، لو حد انتقدني يبقى انا قليل. فتلاقيه بيفضل السهر ويرفض الحاجة اللي مش مضمون فيها النجاح، وبيحب يبان قدام الناس بشكل مثالي. بيهرب من التطور لانه مش مضمون. حتى لو ذكي هتفضل حياته واقفة. ونروح للعقلية النامية اللي بتحررك. العقلية النامية، هنا الشخص بيقول أنا أقدر أتعلم، أقدر أتحسن، أقدر أكبر، وده بيخليه يواجه التحديات وياخد خطوات صعبة، يشوف النقد مساعدة مش إهانة، يتعامل مع الفشل كخطوة ويوصل لنجاحات كبيرة على المدى الطويل. الكاتبة ضربت أمثلة كتيرة زي مايكل جوردن اللي اتطرد من فريق المدرسة لكنه كمل واتطور لحد ما بقى أسطورة. ليه الناس بتخاف من الفشل؟ هنا الكاتبة بتشرح العقلية الثابتة بتربط بين الفشل وقيمتك كإنسان، لكن العقلية النامية بتربط الفشل بيساوي تجربة نافعة. فرق كبير، وده اللي بيحدد حياتك. في الدراسة، الطلاب اللي عقليتهم نامية درجاتهم بتعلى، بيطوروا نفسهم، ما بيخافوش يسألوا، عندهم مرونة وبيتعلموا من غلطاتهم. أما العقلية الثابتة، أول سقوط ليهم بيكسرهم، بيركزوا في الشكل مش التعلم وما بيطوروش. لكن في الشغل والقيادة في عالم البيزنس، العقلية الثابتة مدير خايف على صورته مش على فريقه. العقلية النامية قائد بيبني، بينصح، يتطور ويخلق بيئة عمل ناجحة. الفرق: الأول بيطلع فريق ضعيف، التاني بيطلع مؤسسة قوية. لكن في العلاقات والارتباط، العقلية الثابتة لو بتحبني ما تنتقدنيش، العقلية النامية لو بتحبني ساعدني أكبر. وكل علاقة بتظهر نوع التفكير ده بسرعة. وهنا خطوات عملية تغير بيها عقليتك. راقب كلامك الداخلي، بدل أنا فاشل أنا بتعلم، بدل مش بعرف لسه مش بعرف. اختار الطريق الصعب، ما تخافش، ادخل التحدي حتى لو كان مش مضمون. استقبل النقد كأداة مش هجوم، ده دليل للطريق. اسأل نفسك بعد كل تجربة ايه اللي اتعلمته. احتفل بالمجهود مش بالنتيجة بس، وسجل تقدمك الأسبوعي. خلاصة الكتاب: افتكر دي، أكبر نجاح في حياتك مش إنك تبقى كامل، لكن إنك تبقى مستعد للنمو. ومن اللحظة اللي تغير فيها فكرك كل حاجة حواليك هتبدأ تتحرك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو.